النادي الساقسي يعني سيطر يعني عند الأوقات الهامة في بداية المقابلة، يعني تحصل على عديد من الفرص. سيطر كذلك لما النادي الأفريقي سجل، يعني سيطر وتحصل على التعادل، وسيطر ثالث مرة باش تحصل على الهدف الثاني اللي خلاه فاز بالبطولة. من خلال المقابلة هذا نشوفوا اللي يعني من الناحية النفسانية ثم ان كومبورتمون، يعني دو كومبورتمون من نوعين. ثم النادي الساقسي اللي لعب تحت الضغط، وبحكم أهمية المقابلة يعني الملاعبية ما كانوش مرتاحين نفسانيا. شفنا النادي الأفريقي لعب بدون ضغط ولعب بكل أريحية، لكن شفنا عزيمة النادي الساقسي بالفوز كانت أكثر وفاز يعني بحكم الفرص المهدورة. نشوفوا نجم نحكوا للنادي الساقسي يعني استحق الانتصار هذايا، وكذلك النادي الساقسي من خلال المقابلة هذه زاد دعم مرة أخرى اللي الفريق اللي عنده أحسن خط هجوم هو الفريق اللي يستحق باش يفوز بالبطولة. كيف كان المستوى الفني للمباراة هذه؟ والله كما قلت لك يعني فترات النادي الساقسي يعني في الفترات المهمة لعب فرض اللعب بتاعه، لكن في الفترات الأخرين يعني كان كما قلت لك يعني تحت الضغط ما نجمش معناها يقدم اللعب اللي متعود نشوفوه. المستوى كان متوسط لا غير. وبالنسبة للنادي الساقسي كما قلت الأهم هو التحصل معناها على نتيجة إيجابية تخول له باش يفوز بالبطولة. كيف كانت البطولة بصفة عامة ككل؟ والله ككل نقول يعني المستوى كان متوسط لا غير. أنا في نظري أنا يعني أحسن كرة قدم شفناها عند النادي الساقسي كما قلت. يعني النادي الساقسي معدل الأهداف نتاعو كان قرابة هدفين في كل مقابلة. النادي الساقسي شفنا يعني الأساس موديل 2012-2013 شفناه فريق هجومي، الفريق الوحيد اللي ما عندوش لاعبين ارتكاز، يعني عنده اللاعبين اللي يسميهم لي سونتينال اللي متواجدين فوق الدفاع، عندهم لاعبيه ذو يعني لعب هجومي مش كما الفرق الاخرى. لذا هيك معناها اللي خلى النادي الساقسي يعني لعب هجومي، وشفناه الفريق الوحيد يعني اللي لعب خارج الميدان بتاعه وتحصل على سبع نقاط اللي كانت حاسمة وخلاته يفوز بالبطولة هذه. كما قلت لك يعني لاحظنا شيء آخر، إرهاق كبير، يعني نسق ماراثوني اللي الفرق نتاعنا ما هيش متعودة بالشيء هذا، ونشوف النسق هذايا الماراثوني يعني تسبب في كثير من معناها لي زاكسيدون ميسكولار بالنسبة لعديد من الفرق. شفنا النادي الساقسي اليوم في المقابلة هذه يعني 3 ملاعبية أصابوا، وشفنا فيهم شد عضلي، يعني النسق هذا ما هوش متعودين به. وان شاء الله نقولوا يعني في المستقبل الكرة بتاعنا تزيد تتطور ونزيدوا نحسنوا في نسق المقابلات، الشيء اللي يخلينا يعني عندنا اكثر